من جهة أخرى قال التلفزيون السوري أن القوات النظامية استعادت السيطرة على بلدة الضبعة شمال مدينة القصير. من جهة أخرى أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداء عاجلا لجمع نحو 75 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة. لم يمض يوما على بيان الجيش السوري الذي أعلن فيه تحرير مدينة القصير ونجاح عملياته هناك، حتى بدأت الإدارة المحلية في محافظة حمص ومن خلال لجانها المختصة بإعادة الخدمات الأساسية للمدينة بالتوازي مع عودة العوائل النازحة. التقينا الأهالي، سمعنا معاناتهم، فعلا كانوا مأسورين لدى الجماعات التكفيرية اللي اجت مستغل الحدود اللبنانية السورية وتجمعا بهالحدود هي. حسبي نفسنا انه نشوف القصير بهالحاله هي، لكن اراده شعبنا والابنائنا من المواطنين اللي شفناهم بتصميمهم انه ما في مشكله، بنرجع نعمر بلدنا، نرجع نبني مثل ما بنينا قبل. عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية ساهمت بتعجيل عودة العوائل إلى مساكنها، خصوصا مع بدء الجيش السوري عملية تجديد الطوق على محيط القصير منعا لتسلل مسلحين تعتقد السلطات السورية أنهم يمكن أن يقوضوا الاستقرار الذي تشهده المدينة. مدينة القصير مدينة حاليا مدينة خالية تماما من كافة عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة، وبنفس الوقت نحن الآن ندعو كافة أبناء مدينة القصير للعودة إلى منازلهم. سوريا ستبقى قوية صامدة بقيادتها بشعبها بجيشها السوري، وهذا هو كما ترون الآن مصير المسلحين المرتزقة الذين عاشوا فسادا في هذه المدينة. وفي ظل النجاح الذي حقق في القصير ومع الحديث عن تطور آلية اشتباك الجيش السوري وتراجع مقاتلي المعارضة بشكل كبير كما يرى مراقبون، فإن أحاديث عسكرية ببدء عملية نوعية في الشمال السوري ومناطق أخرى في الشرق. أبو طالب البحية، روسيا اليوم.